العزلة على القائد. يعني حتى اليوم صار يمكن ما يقارب العام ممنوع المحامين، حتى المحامي اللي من حقه يفوت على المعتقل وياخذ راي المعتقل وياخذ حتى اقوال المعتقل، لا حتى المحامين صار ممنوع يفوتون على القائد عبد الله وجلان. هاي العزله في لها غايه، الغايه اردوغان مشان يعزل القائد عن الشعب او عن الحركه الشبابيه الموجوده في منطقه كامل وشمال وشرق سوريا. احنا نطالب بفك العزله والحريه للقائد عبد الله وجلان. باسم مجلس عوائل الشهداء، باسم عوائل الشهداء كافة في المنطقة الجنوبية للحسكة، ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله وجلان التي استمرت لمدة 2 سنين. طبعا كلنا نعرف انه صاروا 2 سنين المحامين ما قدروا يتواصلون معه. طبعا هالشيء يدل على تآمر حتى المنظمات الدولية كلياتها على العزلة المفروضة على القائد. طبعا احنا نطالب فتح تحقيق او دولي لمساعدة المحامين للوصول الى القائد والتطمن عن وضعه.